يوم 2 أكتوبر لسنة 2023 طلعت مجموعة من الرسائل المهمة لطلاب إعلام على اليوتيوب. لو كان في واحد بس من حوالي 8000 طالب شاف الفيديو ده عمل بيها، هو كان عمليا زمانه دلوقتي مدغدغ الدنيا في سوق الإعلام. والحلقة دي كانت بعنوان لا تدخل كلية الإعلام ولكن. الناس كلها دلوقتي بتعافر وبتحارب ان يكون ليها مكان على السوشيال ميديا. الاعلاميين والمذيعين وكل الصحفيين والمنصات الكبيره والمؤسسات الاعلاميه والفنانين والمشهورين والمطربين كله قررت ان اجيلك مره تانية بمفاجاه هتغير لك حياتك كطالب 180 درجه لو نفذت اللي هقولك عليه مره تانية. كفايه رسميات بقى نجم ونخش في الموضوع على طول. معاك احمد حسن، مقدم برامج وصانع محتوى رقمي، يمتلك بعض المعرفه ولكن دائم الاطلاع والتطوير. حققت افضل مراسل تلفزيوني على مستوى الجمهوريه كطالب 3 مرات. اتخرجت بتقدير امتياز مرتفع من قسم الاذاعه والتلفزيون بكليه الاعلام جامعه القاهره. والاهم اني قدمت حلقات رسميه على الهواء مباشره في التلفزيون المصري كمقدم برامج. وده الانستجرام بتاعي، تقدر تخش تشوف كل حاجه جوه وتاخد لك جوله سريعه. كان مهم تفهم مين اللي بيتكلم معاك عشان تتقبل الارشاد والنصيحه والتوجيه. لذلك انا احسن حد ينصحك ويرشدك، والمفروض انك تسمع منه. ليه؟ ل3 اسباب. هنا دايما هيكون الهدف الرئيسي نقل التجربه، فهتلاقيني مش جاي اعرضها عليك وانا والحديد التنا والكلام ده كله. علشان كده القناه دي موجهه فقط لطلاب اعلام او اي حد نفسه يدرس الاعلام. فلو حابب تكمل معانا كحب استطلاع وانت مثلا خريج اعلام مفيش مشكله، بس خلي بالك انه لسه بدري جدا علشان نتكلم عنها. 2. في شائعات وكلام كتير جدا وانطباعات عن الكلية دي او كليات الاعلام كلها في مصر محتاجين نصححها او نغيرها. واهم الحاجات دي ودايما كنا بنسمعها هي اعلام ملهاش شغل، كلية قمة بس اونطة، بلاش تدرسها عشان كلية صعبة، واخيرا الواسطة والمحسوبية. كل ده كلام انت اكيد سمعت عنه في يوم من الايام، سواء انت جوه في الكلية او نفسك تخشها وبتسأل حد عنه. بالتالي تلاقي الطالب اول ما يخش الكلية هو متحمس جدا وكله طاقة وحيوية. تعدي السنة يا عمي، تعدي الثانية ويبدأ يتجه تحويل منين، انا ايه جابني هنا، انا ندمان على القرار، انا ايه اللي خلاني اختار الكليه دي، ولف بينا يا دنيا، لف بينا يا دنيا. الحاجة الثالثة وهي انك معاك شخص سالك وناجح وهيكون مبسوط دايما في انه ينقل لك المعلومة ويكسب ثواب وينقل لك كمان التجربة. وخلي بالك علشان صعب تلاقي حد بيعمل الكلام ده فعلا من قلبه، انه يساعدك ويوفر لك معلومة او سكة او طريق ويكون هو مبسوط بالعمل ده، مش مستني منك مصلحة او مستني منك اي حاجة. لذلك دايما بتكون المعلومة اللي طالعة من الشخص ده هي معلومة موثوقة وسالكة وبتستفاد منها فعلا. والاهم دلوقتي ان احنا نبدأ نتكلم عن ليه ماس كوم، عشان لازم حلمك يتحقق، علشان في مشاكل كتير لازم تاخد بالك منها، علشان انت في وقت معين بتحتاج ان حد يرشدك ويوجهك ويقولك تعمل ايه، وفي الغالب بتكون انت تايه ومش لاقي حد يعبرك او حتى يكلمك. ولو لقيت انت مش مدرك او مش مقتنع بشكل كافي هل الراجل ده كلامه فعلا موثوق وحقيقي ولا لا. عشان ماس كوم هي المنصه الوحيده اللي هتديك فرصه انك تتعلم وتفهم وتتوجه وتتدرب وكمان تشتغل، لان الشغل موجود والفرص كتيره، مالكش دعوه بكلام حد. صدقني كل حاجه موجوده وبكثره. الاعلام اتغير، ما بقاش زي زمان، السوشيال بقت باب للفرص. وما تنساش ان في حاجات لازم تعملها وخطوات لازم تاخدها بدري هتسهل عليك كتير قدام. وانا في مكاني ده بقول لك فعلا انت محتاجها، وانا كان نفسي الاقي حد يرشدني بيها. النهارده انت في 2025 والعالم رايح في حته تانية، كله بيتجه للرقمنه، التكنولوجيا بقت مغرقه الدنيا، الذكاء الاصطناعي بقى في كل حته. انت ليه لحد دلوقتي بتحاول تجري ورا الاعلام التقليدي والتلفزيون والشاشه والصحافه الورقيه والخ، ما يبقاش معاك تليفون ومعاك مايك تقدر توفره ورايح تجري ورا التلفزيون؟ اجري ورا التليفون، لان هو ده الاعلام الرقمي وهو ده الجديد. فلذلك انت محتاج حد يفهمك ايه هو الاعلام بشكل عام عشان تبدا تخزن مجموعه من الاساسيات في البرودكشن، ويبقى عندك خبره اعلاميه، مش مجرد حد يتقال عليه انه صانع محتوى او يوتيوبر. انت محتاج حد ينظم لك معرفتك، ومحتاج حد يوجهك، ومحتاج حد يوفر لك المعلومه التخصصيه. واحيانا بيكون في فجوه في الكليات عامه بين الطالب وبين المعلومه، لذلك انت محتاج حد يقدمها لك بشكل ملخص وبشكل سهل وبسيط. فنبدا ناخدها نخزنها ونتجه للعملي ونشتغل عليها، عشان حتى لو انت هتستخدم الاعلام الرقمي او السوشيال ميديا في انتاج محتوى خاص بيك يكون احترافي ومهني ومش مجرد عشوائيه في البتنجانيه.
خليك فاهم ان احنا شغالين بخطه واستراتيجي معينه. خليك دائم الاطلاع، حتى لو كل فيديو انا عملته او حلقه نزلناها فيها معلومه هي عندك، صدقني اكيد هتستفاد من الحلقه لو بنسبه 1% فهي معلومه جديده. حبيت يكون في مساحه بين اخ واخوه نتكلم فيها سوا، هحكي لك عن تجربتي وهقول لك تعمل ايه وتاخد بالك من ايه. وفي نفس الوقت انت كمان محتاج ان انت تعبر عن نفسك وتقول نفسك في ايه وشايف الاعلام ازاي وعاوز تعمل ايه، ومحتاج حد يسمعك، ومحتاج انت كمان تسمع حد يبقى ماشي معاك من اول ما تخش الكليه لحد ما تتخرج. محتاج حد يوفر عليك الطريق ويسهل لك المعلومه. عشان كده شعار المنصه هو بيتك للاعلام الرقمي، عشان هو فعلا بيت. هو بيت انا وانت بنقعد نتكلم فيه مره في الاسبوع، كل خميس الساعه 9:15. اوعى تنسى الميعاد ده، كل يوم خميس الساعة 9:15 تروح من الكلية وتتشطف وتستنى الليل عشان تتفرج على حلقة جديدة. الموضوع واقف بس على فكرة انك تساعد نفسك وتساعدني علشان اقدر اساعدك، وعشان اثبت لك اني مش بضحك عليك وجاي فعلا افيدك. اوعى تنسى تملى الفورم اللي هسيبه لك في الديسكريبشن او اول كومنت. ايه الفورم ده؟ VIP ليست. دي قائمة فيها مجموعة من بيانات الطلاب اللي بنختار منهم كل شهر طالب يكون ليه فرصة تدريب شخصية. الفرصة دي هي برايفت بشكل كامل لمدة 6 شهور في الحاجة اللي انت عاوز تتدرب فيها. هنوفر لك كل الماتيريال وكل المعلومات وكل التطبيقات، كمان هتشتغل عملي وعلمي جوه التدريب ده لمده 6 شهور. هنأهلك انك تكون جاهز لسوق العمل بشكل شخصي بشكل برايفت. هنكون مع بعض على تواصل، او انا او الشخص اللي هيدربك على الحاجه اللي انت عاوز تشتغل عليها. التدريب ده هيكون مجاني بشكل كامل، ودايما الليست دي هتكون فيها بيانات الطلاب دي هنرجع لها في كل حاجه، هيكون ليهم الاولويه، سواء كان في ايفنت، سواء كان في فرصه شغل، فرصه عمل، فرصه تدريب، فيديوهات نزلت مهمه. كل الحاجات دي هتكون بتتبعت للطلاب اللي هتسجل في الفورم ده خاصه بيهم، وهنتواصل معاهم بشكل شخصي. وعشان تحس فعلا انك VIP يعني very important person. هسيب لك كل لينكات السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، عشان لو عاوز تتواصل معانا طبعا هيكون التواصل على السوشيال ميديا الخاصه بالمنصه. ولكن لو احتجت حاجه شخصيه قوي تقدر تخش تكلمنا على انستجرام، هرد عليك ما تقلقش، لان ده المكان اللي على طول انا اكتب عليه. هستناك تكلمني، وهستناك تعمل لايك وفولو وتتابع كمان القناه وتتابع كل منصات السوشيال ميديا. الفيديوهات الاساسيه والحلقات مستمره هتكون موجوده على اليوتيوب، ده المكان اللي احنا هنكون دايما مستمرين مع بعض عليه. ما تنساش ان عشان تحقق هدفك او حلمك انت محتاج مجموعه من الخطوات ومجموعه من الجهد المبذول. اوعى تيأس، اوعى تستسلم، واعرف ان مهما كانت الدنيا صعبه كده كده مفيش حاجه سهله، واي مجال تشتغله مش الاعلام بس هو صعب ومحتاج منك جهد وسعي. وسيب النتيجه على ربنا، اشتغل واسعى وروح وتنطط وما تفكرش ابدا في النتيجه. وخلي بالك ان الاعلام مش مجرد مهنه، والميكروفون مش مجرد آلة، ده سلاح للي عنده رساله. ماسكوم بلاتفورم، بيتك للاعلام الرقمي.